النادي الاهلي يهزم شبيبه القبائل الجزائري 4-1 ويتصدر مجموعته في دوري ابطال افريقيا، وافكار جيسروب الواضحه وتنفيذها من اللاعبين. يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم هيثم كروي سينمائي، بنحل الكره والسينما مع بعض. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضلا وليس امرا، ادعمونا يا جماعه بالاشتراك في القناه على فكره. واليوتيوب كمان بيقول ان الاشتراك في القناه مجانا. ولو صدقني حبيت الخير لغيرك الخير هيجيلك. حب الخير لغيرك الخير هيجيلك. النادي الاهلي يا جماعه النهارده لعب اداء محترم رجولي. النهارده المفروض الاهلي كان يكسب 7 و8 1 وباستحواذ وضغط عالي من اول الشوط. يعني الجون الاول جه جميل جدا في الدقيقه 36 من زيزو، اسيست محترم، ضربه ركنيه على دماغ تريزيجيه. الجون الاول بعدها على طول ضغط عالي واستحواذ، والاهلي يستغل الفرصه على طول. الجون الثاني يجي بعدها على طول ب3 دقائق من استلامه جميله قوي من بن شرقي ناحيه اليمين، ويعدي صباح الروقان يا بن شرقي من وان تاتش على رجل شريف المخيف. دي فايده شريف المخيف النهارده في الماتش. غير كده شريف يعني ما كانش موجود، وطبعا خرج في الشوط الثاني. يجي الشوط الثاني للاسف يعني جون كارثي ساذج كالعاده من اخطاء الشناوي اللي لازم يقعد دكه. الكره تعدي يا راجل اتق الله، تعدي كوبري ما بين رجليك يا راجل. صباح الكنافه ده انت لازم تزعق بعلو صوتك لياسر ابراهيم، على اساس ان ياسر ابراهيم بيتكلم لغه تانية وانت لغتك انجليش والتاني لغته مصري. سبحان الله عليك يا شناوي بجد، صباح الضياع. يعني لازم يقعد من باب العدل، واللازم يعني في فير في النادي الاهلي لازم يقعد، ومصطفى شوبير هو اللي يلعب. يا جماعه الراجل النهارده نزل الشوط الثاني اثبت نفسه في ربع ساعه، قال ان انا موجود. مصطفى شوبير موهوب فعلا. عجبني جيس روب اما الجون دخل طبعا في الاهلي خلى الخطه 5، فراح رجع اليو ديانج، رجعه ورا شويه عشان خاطر ما بقاش عارف ايه اللي جاي، فخايف من اي سربرايز، فعشان يحافظ على الفرق ال 2-1. ولكن يعني ينزل امام عاشور الساطور في الدقيقه 80، الله اكبر عليه، ربنا يوفقه سبحانه وتعالى، يعمل اسيست عن طريق يشوطها قويه ترتد لتريزيجيه، يعملها ار2 في المرمى. الجون الثالث في الدقيقه 83. وفي الدقيقه 93 ربنا يكرم امام عاشور الساطور يجيب الجون الرابع بشوطه محترمه جدا بشماله كمان، وهو اصلا لعيب ايمن مش اشول. يعني جيس روب انا عارف تعليماته كان باينه اول النهارده، منبه على اللعيبه ان هو يعني يبقى فيه عمق دفاعي مع بالانس بين التوازن الهجومي والدفاعي، وفي يعني تقفيل في الخطوط، والمهاجمين يقربوا من الخط الوسط مع المدافعين عشان ما يحصلش الاخطاء الدفاعيه. لكن للاسف دخل فينا جون كالعاده، مفيش شباك نظيفه كل ماتش. اضافه ان هو كان منبه على 20 تسديده على المرمى النهارده، تسديدات رائعه واثمرت عن جونين على المرمى.